السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ويا رب يعود عليكم الايام بخير يا حبايبي. النهارده جايه لكم في وصفة حلوة. النهارده هنعمل ان شاء الله فاهيتا او شاورمة الفراخ. معايا النهارده كيلو فراخ بانيه متقطعة حتت صغيرة كده زي ما انتم شايفين، وكيلو الا ربع فلفل الوان، وكيلو الا ربع بصل مقطع جوانح حلقات زي ما انت ما تحبي. معانا بقى ايه؟ هي التوابل: ملح وبابريكا ومكعب ماجي وكمون وفلفل اسمر وبهارات ومعلقه صغيره كاري. ومعانا صينيه فيها حبه زيت هننزل بيها بالفراخ لحد ما تتشوح معانا زي ما انتم شايفين كده. هنشوح الفراخ في الزيت. يعني عايزه اقول لكم الوصفه دي جميله جدا وسهله جدا. ممكن تاكليها مع مكرونه وطماطم، مع رز بسمتي، مع بعيش كده عادي يعني. ممكن تحطيها في عيش سوري. يعني انا دلوقتي الوصفه دي هعملها في عيش سوري سندوتشات. جميله جدا، وصفه سهله وخفيفه وحلوه. طعمها كان تحفه جدا والله. انا هنا دلوقتي كده بشوح الفراخ. تمام. وبعد كده بقى ايه؟ هننزل بالبصل وهنحط هنا دلوقتي فلفل اسمر. هحط عليها، بنزل بالفراخ كده وهنحط عليها فلفل اسمر اهو زي ما انتم شايفين علشان الزفارة ايه بتاعت الفراخ. هنكمل تشويح الفراخ وهننزل عليها بالبصل. وعايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون سنه حلوه علينا وال... ويا رب يشيل الغمه والوباء عننا يا رب كلنا اجمعين يا رب، وعلى العالم كله يا رب، ونكون في خير وفي صحه وفي سلامه يا رب. هنا عندي الفراخ اهي خلاص اتشوحت. هنزل عليها بالبصل بقى، كمية بالماجي والتوابل بقى. هنحط هنا التوابل الاول: بهارات وكركم وكاري وملح ومكعب ماجي وكمون وبابريكا وكاري وبهارات وكمون. هقلب بقى كل ده كده مع بعضه، كله يخش جوه بعضه كده، ياخد من بعضه لحد ما الريحة بتاعت التوابل تطلع. هننزل بقى عليها بايه؟ بالبصل. اعذروني انا اول مرة اسجل. والله الوصفة كانت يعني جميلة جدا وخفيفة جدا، وممكن تتاكل يعني في جميع الأحوال. يعني تتاكل مع أي حاجة، يعني ما مش هتقف على حاجة معينة. أنا كده اهو بقلبها اهي، التوابل كلها دخلت في بعضها. جميلة 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 يعني. كده لسه اهو بنقلب بتتشوح. هننزل بقى دلوقتي اهو بالبصل. البصل بقى الكمية ما انت ما تحبي. انا بحب البصل جامد جدا ومفيد جدا في الاكل، فانا بحب ايه البصل كده، بيدي تسكيرة كده حلوة للاكل يعني. فهشوح بقى البصل كله لحد ما يدبل. انا مش عايزة البصل يستوي، احنا عايزين البصل هنا اللي هو يعني يقرش شوية. الوصفة هنا يقرش مش يستوي، مش عايزاه يستوي، هو يدبل بس زي ما انتم شايفين كده في الخلطة اللي هو دبل بس. بعدين هنزل بفلفل الالوان بقى، حركاتك بقى والواناتك بقى. والالوان، فلفل الالوان دي بيبقى جميل جدا للاطفال، وخضار ملونة كده حلوة، وبترفع برضو المناعة يا جماعة. يعني على قد ما نقدر نأكل أولادنا الخضار الملون والفاكهة الملونة، يعني دخلي جميع الألوان في الأكل، فحلوة يعني. برضو الفلفل هنا أنا مش هخليه برضو مستوي، مش هيستوي قوي، ان لو استوى قوي هيبقى عامل زي الخيوط كده. انا لا، انا عايزاه فلفل صاحي. يعني انا عايزه الفلفل يبقى الفلفلايه بالقطعه بقطعتها يعني، اللي هو يقرش برضو زي البصل. اللي انا هدبل بس هو ياخد تقلبتين وهنرفع خلاص من على النار.
بصوا منظرها جميلة جدا وتحفة، والالوان ايه يعني، عايزة اقول لكم وصفة روعة. طبعا بقى تسميها شاورمة الفراخ، تسميها فاهيتا، تسميها زي ما تسميها، بس هي والله وصفة جميلة جدا وحلوة، وطعمها كان تحفة تحفة يعني. بصوا منظرها هي كده والله يعني، عايزة اقول لكم وانا بعمل السندوتشات ببقى كنت عايزة اكلها كده حاف. جميلة والله. يبقى احنا حطينا كيلو بانيه مقطع، عليه كيلو الا ربع بصل، عليه كيلو الا ربع فلفل الوان، عليه ملح وفلفل وبهارات وكمون وحبة كزبرة وبابريكا ومكعب ماجي، وايه تاني، وحبة كاري، نص معلقة كاري صغيرة. من كل حاجة معلقة معلقة ما عدا الكاري، بس انا حاطة عليه نص معلقة. الكاري حلو جدا ومفيد جدا في الاكل، هو والكركم. هو خلاص كده، بص انا قلبت كله مع بعضه. ابتدت بقى ايه، هتبتدي ايه تدبل معايا بس. بصوا الفلفل تحس ان هو ايه يعني ني، لكن هو كده جميل جدا. هنشوح فيه شوية صغيرة. جميل 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 والله. جربوا الوصفة ديت وقولوا لي ايه رأيكم فيها. يعني حاجة حلوة وخفيفة. هنا بقى عندي عيش سوري، بمسكه اتنيه ربع كده زي ما انتوا شايفين. برضو حاجة نظيفة تعمليها في البيت للأولاد، وحاجة خفيفة بما ان الأولاد بيحبوا السندوتشات بتاعت برا. هبتدي بقى احشي الحشو هنا اهو. بصوا المنظر جميل والله، والطعم روعة روعة روعة. برضو لما تعملي الحاجة في بيتك احسن، وتبقي انتي ضامنة نظافتها لولادك، وضامنة عارفة ولادك بياكلوا ايه برا. المحلات برا ما بتبقاش برضو فيها امان يعني، عندهمش ضمير. عندنا بقى صوصات، انتي زي ما تحبي بقى، عايزة تحطي صوص احنا عندنا صوص مايونيز وتومية. ده مايونيز البنفسجي، والازرق ده رانش، ده تكساس برجر، وده مايونيز كلاسيك. عايزه بقى تحطي المايونيز والصوصات ديت جوه الحشوه براحتك. عايزه تلفي الحشوه على كده تمام. ده تكساس برجر ومايونيز مدخن. انا من هنا مش هحط صوصات جوه عشان هو حسب رغبتهم، في اللي بيحب التوميه وفي اللي بيحب المايونيز كده يعني. فانا هطبق على كده، بحط طرف على طرف وبعدين هحشي. هنلف بقى كده زي بتاع بره بالظبط. بصوا الرغيف تحفة، وحجمه كويس كبير والله. يعني يعني النفر ياكل اتنين منه، يبقى حلو ومشبع يعني. هعمل معاكم واحد تاني اهو. فلفل الالوان مفيد جدا وانا بحبه جدا. يعني انا ممكن اعمل العصاق بتاعي وبتاعه المكرونه البشاميل والحاجات دي بحط فيها فلفل الوان برضو، بيبقى جميل بصراحه. هطبق بقى كده اهو اهو. وهطبق وادوس كده على الحشوه افردها، واروح لفه وادوس عليها كده. لما نيجي بقى نحطه في الصينيه، بحبه زيت برضو في صينيه كده، ونحمره بقى يعني نديله صدمه كده، اللي هو ايه بقى ماسك نفسه ما يفكش منك.
زي ما انتوا شايفين. عايزه بقى انت تحطي بقى الحشوه اللي تعجبك بقى، عايزه تحطي الصوصات اللي تعجبك جوه براحتك. انا هنا ما هحط الصوصات بره، مش هحطها جوه برضو. اه اطبق تاني، وتدوسي كده وتروحي ايه لفه. والله والله انضف من بتاع بره بكتير، واحسن واطعم، جميل جدا والله. يعني اهو بصي، حاجة نضيفة وانتي اللي عاملاها، وحاجة ضامنة نظافتها. عندي هنا بقى طاسة فيها حبة زيت صغيرين اهم شايفينهم. هبتدي بقى ايه انزل الرغيف فيها. ولما اجي انزل الرغيف هنزله على الفتحة، يعني هخلي الفتحة بتاعته من تحت. هخلي فتحة الرغيف من تحت الاول علشان يمسك معايا ما يفكش، لما يجوا ياكلوا السندوتشات ما يفكش مع الولاد، وياخد ايه صدمة كده ولون وقرمشة، هتبقى من بره مقرمش ومن جوه طري. كان بصراحة تحفة تحفة تحفة. هو مش هياخد في ايدك دقيقة بالظبط. بصوا انا هنا هقلب اهو، بصوا بصوا المنظر واللون والجمال بقى. عايزاكم بقى كده تصلوا على النبي، ودايما كده نبتدي بقى سنة حلوة جديدة. اللي ما بيصليش يصلي، ودايما تصلوا على النبي وتكتروا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يفرجها علينا ان شاء الله، ويشيل الغمة ويزيح الغمة عننا يا رب، والوباء والبلاء. يرفع عننا الوباء والبلاء يا رب. بصوا منظر العيش تحفة. يعني عايزة اقول لكم كان من بره فعلا بيقرمش جميل، ومن جوه طري كده وحلو، والخلطة من جوه كده كان ليها طعم جميل جدا. بصراحة انضف من بتاع بره بكتير والله. حاجة كده جميلة ونظيفة، وحاجة معمولة في البيت بنظافتك وبضمانتك، وانت اللي ضامنة نظافتها لولادنا وخصوصا واحنا في الايام ديت. يعني ربنا يعلم الواحد هيعدي الايام دي عليا ازاي يعني. ربنا يعديها على خير ان شاء الله. هنا خلاص بطلع اهو العيش السوري. الساندوتش معانا كده جميل وماسك نفسه. بصوا انا ما حطيتش زيت تاني هنا اهو خلاص. هي الطاسه بس اول مره، وفيها اهي معايا الطاسه تيفال هتحمر على طول. بحط وادوس، يعني انت تحطي العيش وتدوسي عليه شويه كده علشان يمسك في بعضه، ما يبقاش مفكوك من تحت. اهو بص انا بقول لكم ان انا هنا بحط على الفتحه، يعني بحط العيش على الفتحه وبدوس عليه كده علشان يمسك ايه في بعضه. هي دقيقتين او دقيقه، اقل من دقيقتين كمان، وهنقلب على طول. بصوا روعه. احنا مش بنحمر تحمير كامل، هي يا دوبك الطاسة عندي سخنة وحبة الزيت سخنين، فعلى طول بتتحمر، وهو العيش اصلا مستوي، فمش بتاخد معاكي ايه وقت تاني كتير يعني. طبعا السندوتش ده بنشتريه غالي جدا من بره، يعني انتي لما تعملي السندوتش ده كده وتعمليه، يعني معايا كان عملوا 14 رغيف، والحشوة ما شاء الله كانت مليانة وكتيرة مش قليلة يعني. طبعا 14 رغيف يعني لو حسبناها هنلاقيها في حدود 110 كله. طبعا انت هتروحي بقى تشتري الرغيف من بره بكام؟ ارخص واوفر وانضف. بص انا هنا بقى فضيت الصوصات هنا عندي في البولات. بصوا منظر السندوتش بقى هنا كده من جوه عامل ازاي، وما شاء الله مليان مش فاضي. تحفة وحاجة نظيفة وحاجة كويسة جدا جدا ونضيفة جدا. بصوا منظر، والله انا جعت عايزة اكله. يعني فعلا والله يعني
يعني رغيفين يشبعوا يعني مشبعين، يعني مش هتقومي جعانة ولا عيلك هيقوم جعان. وحاجة رخيصة ونظيفة، بره بتتعمل بالشيء الفلاني وغالية جدا بره. ومش عارفة انتي اللي بيعمل ده هيعملها ازاي يعني. بص الرغيف، بص حلاوته، يعني ما شاء الله. ب110 عملتي 14 رغيف. شوفي ال14 رغيف دول بره هتشتريهم بكام؟ طبعا الطق طقين وزيادة كمان. بصوا منظر الرغيف من جوه، بصوا الحشوة تحفة، والله تحفة، وكان طعمه جميل جدا، يا ريت تجربوها. ونقول هنا بقى كده ايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحبايبي كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.